3, 2, 1. طيب هو ليه حضراتكم يا فندم لما بتيجي تشتروا اي حاجه بتروحوا تدوروا على ارخص حاجه؟ ليه دايما بندور على الرخيص وندور على حاجه لقطه؟ كمان مفيش حاجه اسمها لقطه ولا في حاجه اسمها رخيصه وكويسه. انت النهارده داخل بتدور بتشتري عقار، لازم تدور على شركه محترمه جدا، لازم تدور حتى لو كانت غاليه، لازم تدور على منتج محترم، لان اكيد في فرق كبير جدا ما بين شركه عاليه اسعارها وشركه قليله اسعارها. الناس بتفرح بالرخيص. طب بتفرح بالرخيص، انت عارف ايه الفرق ما بين الشركه اللي تكون سعرها عالي والشركه اللي تكون سعرها قليل؟ طيب اولا يا جماعه احنا هنتكلم على 4 جزئيات. ليه الشركات مثلا الكبيره دايما بتلاقي اسعار عاليه؟ هقول لحضراتكم ليه. لان النهارده احنا عندنا الشركات الكبيره دايما بتحط معدل او زي تقول ريسك ريت، بيحط معدل خطوره، بحيث لو حصل اي تغيرات سعريه او حصل اي تعويم او تضخم او الكلام ده كله يقدر يسلمك بنفس الكواليتي اللي بيسلم بيه كل مره. مش هينفع يقللك عن الكواليتي بتاعه او يسلمك اي كلام واي حاجه. ثانيا النهارده تفتكر ليه برضو الشركات دي بتبقى اسعارها عاليه؟ لان الدراسه اللي بتبقى معموله مظبوطه، يبقى مخلي باله من اي حاجه ممكن تحصل. الناس اللي بتبيع باسعار واطيه قوي دي تقلق. هتلاقي في فرق كبير جدا ما بين مثلا عماير بتاع شركه كبيره وعماير شركه صغيره. ممكن يحصل على فكره المشاكل دي، ممكن تلاقي مشكله اساسا في الانشاءات، دي مشكله اكبر. ممكن تلاقي اصل خف حديد هنا، خف خرسانه هنا، تلاقي فيه مشكله، تلاقي فيه مشكله اساسا في الخرسانه نفسها، تلاقي حتى البنى مش كويس، تلاقي احيانا في تلاعب فبين النسب. خلي بالكم يا جماعه الكلام ده بيحصل وحصل. ما هو النهارده الرخيص دايما مش حلو. زي ما انت بتجيب شوز مثلا من مكان محترم تفضل عايشه معاك ب3 4 سنين، وشوز من محل تعبان جدا بتلاقيه ما كملش شهرين قطعت اترمت. دي بقى تبقى المشكله، دي بقى المشكله الكبيره اللي احنا دايما بنبص عليها. بصوا يا جماعه في كام نقطه لازم تاخدوا بالكم منها. اولا لما بتيجي تشتري مع شركه اسم مع ورق محترم، يعني هما لازم يبقى عنصرين متكاملين. لازم الورق يكون مظبوط جدا، لان اهم من اسم الشركه ورقك ده اللي هتبيعه وتشتري بيه. تخيل انت معاك شقه في افضل حته في مصر بس ورقها مش مظبوط ولا تسوى حاجه. تخيل ما معكش لسه الشقه اتبنت بس الورق مظبوط جدا ومن شركه محترمه تقدر تبيع وهي لسه ما اتبنتش. الثقه في اسم الشركه، الثقه في الورق. دايما بتكلم على النقط دي تخلي بالكم منها كويس جدا. خلي بالكم في نقطه مهمه جدا لازم افهمها لكم. ايه هي النقطه المهمه اللي دايما بنصح بيها كل حد لما بتيجي تشتري عقار؟ انا بدور على شركه امان، اقدر استلم كمان 3 سنين، ما يجيش بعد 3 سنين او 4 سنين ايا كان مواعيد التسليم او 5 سنين يجي يقول لي انا مش هسلمك، انا مش قادر، اصل الدنيا غليت عليا، اصل ما عرفتش ابني. طب بقول لك ايه، طب اوديك على وحده ثانيه، اصل انا مش معايا ابن دي، اصل انا ما بقتش قادر. هوب الشركه قفلت، هوب انت فلوسك راحت ودخلنا في مشكله كبيره. ده اللي بيسترخص. حضرتك مفيش حد في العقارات، وانا قلت في البرومو بتاع الفيديو مفيش حد في العقارات هيطلع لك جنيه من جيبه ويديهولك. لا، العقارات العادي بتاعها اللي احنا بنسمع المكسب 100%. هتسمع الارقام دي وهتسمع الحاجات دي، بس انا ما يهمنيش. الله يرزق الناس كلها والله، يعني يبارك للناس اللي بتنفذ. ما يهمني، لازم يكسب، ما هو دي تجاره اولا واخيرا، هي تجاره. بس انا النهارده برضو من حقي اللي استلم حاجه محترمه، من حقي اللي استلم في ميعادي، من حقي لما اجيش كمان 3 سنين الاقي نفسي في مشكله مش عارف احلها وخلاص اتزنقت وفي شقه عمري ضاع. ده اللي انا بحكي فيه دايما. يبقى الموضوع متعلق بشركه، متعلق بورق، الاثنين دول لازم يكملوا. ما ينفعش تبقى ماضي على ورق انت مش فاهم معناه ايه، ما ينفعش تبقى ماضي على ورق مش عارف ابعاده القانونيه ايه. اغلب الورق بيكون في مصلحه المطور، بس احنا بنستثني برضه، مالهاش قاعده. في بعض العقود بتتعدل، وفي بعض الشركات طبعا الكيانات الكبيره ما بنقدرش نتكلم ليه؟ لان سابقه اعمالهم بتتكلم. لكن احيانا بعض الشركات طبعا اللي هي بتبيع سبري بالذات لازم تعدل عقدها، لان الكيانات دي بتبقى لحد كبير هنقول اللي هو شركات متوسطه وفوق المتوسطه.
لكن في بعض الشركات طبعا بتبقى زي كيانات بقى، مش عايز اسمي اسماء، الكيانات الكبيره طبعا دي بتبقى ماليا قويه جدا، فبيبقى عندهم صعب شويه، بيبقى بيأمن نفسه، بس هو في الاول والاخر هيسلمك. تمام؟ خلي بالكم من النقط دي كويس جدا. واخطر ما في الموضوع، خلي بالك دايما وانت بتفكر وانت بتشتري عقار، انا هستلم ولا مش هستلم؟ ده اخطر حاجه في الموضوع، لان الاستلام ده مواضيعه كتيره. الثلاث اربع سنين اللي فاتوا ونتيجه اللي حصل ما بين التضخم، ما بين تحرير سعر صرف الجنيه، حصل ان في بعض الشركات مش عرفتش تبني ومش عارفه تعمل ايه، واتزنقت ما بين اقساط الاراضي وما بين انشاءات، ومش عارفه تسلم عملاء. النهارده العميل ما عندوش حل غير المحكمه. طب احنا ايه اللي وصلنا لكده؟ ما احنا لو كنا اشترينا مع شركه محترمه ليها اسمها، مسعره مظبوط، خلي بالكم التسعير ده اهم كمان من الشراء، مسعره مظبوط، الشركه ماليه من جوه، ليها عباءه ماليه محترمه، هتعرف تنفذ في ظل ظروف صعبه. حتى لو لقيت ايه اللي حصل هينفذ، يعني هينفذ، ما بيفرقش معاه، هو هيعرف يعوض ازاي، لان اسمه كبير، فمعدل الشراء عنده عالي عشان اسمه كبير. خلي بالكم من دي. يعني برضه انا عايز اوصل لكم كام نقطه مهمه جدا في موضوع الشركات. لما بيكون اسم الشركه كبير يا جماعه، بيعرف بعد كده يعوض لو حصل خسائر عنده، لانه عنده معدل الشراء عالي، على عكس الشركات الصغيره او الشركات اللي هي يعني هنقول على قدها، ما بيعرفش يعوض. ليه؟ لانه مش معروف قوي للسوق. واخدين بالكم من القصه دي؟ فمعروف قوي، فمعدل حركه الشراء عنده قليله، على عكس لما بتيجي الناس، في ناس كتير جدا لما تيجي تنزل بتدور على اسم الشركه. طبعا انا بشتري مع مين، بشتري فين، تمام؟ ما بيهموش الفلوس قد ما يهمه اللي انا هستلم. خلي بالكم من النقط دي كويس جدا، وده اللي انا دايما بحكي فيه. ثانيا، الاقي في ناس بتتكلم على موضوع الاوراق، ودي هعملها في حلقه ثانيه ان شاء الله، هتكلم على كل ورق، وخاصه ورق التجمع وزايد والحاجات دي، هفهمكم طبيعه الورق عامله ازاي، عشان في ناس كتير جدا مش فاهمه موضوع الورق. في المجتمعات العمرانيه الجديده ليها ورق مختلف شويه عن الاوراق اللي احنا بنشتغل بيها مثلا في الاماكن الاحياء القديمه. دي هتكلم عليها بعدين. ورقك ثم ورقك، محدش يتكلم في ورق طول ما انت مش فاهم قانون ومش فاهم عقارات، مش فاهم هيئه المجتمعات العمرانيه والمدن الجديده دي ليها ورقها الخاص وليها ناسها اللي فاهمه الموضوع. حضرتك لما تروح تتكلم النهارده في ورق، انت مش عارف الورق ده كان مظبوط ولا مش مظبوط، ايش عرفك؟ الاوراق دي يا جماعه ليها ناسها وليها واحد بيفهم فيها، ليها حد بيفهم فيها، مش اي حد يروح داخل ماضي وهو ماضي على حاجات انا مش فاهمها. هو ينفع انا مضيك على ورق على ابيض فاضيه؟ ما ينفعش. انت النهارده راح تمضي على عقد شقه، لازم تبقى فاهم كل كلمه مكتوبه، عشان لو حصل في الامور امور تعرف تلم نفسك، تبقى فاهم ايه اللي عليك، ايه اللي ليك وايه اللي عليك، ما تتفاجئش اللي حصلت مشكله. ده المهم. ولازم يكون الورق مظبوط بتسلسل الملكيه بكل حاجه مظبوطه، تمام؟ وخلي بالكم العقار ده علم، يعني انا عايز اقول علم كبير العقار ده. خلي بالكم من النقط دي كويس جدا عشان تاخدوا بالكم، لان الوضع اللي انا بشوفه ساعات بيبقى كارثي. انا في ناس اتعاملت معاهم، يعني كانوا واخدين مثلا عقود من 3 4 سنين، جاي بيقول لي انا اول مره ازاي انت ماضي على عقد ما قريتوش؟ دي مشكله كبيره، لازم تقرا انت ماضي على ايه، عشان ما تجيش بعد كده يحصل لك مشكله كبيره وتيجي تقول يا ريت اللي جرى مكاني. فخلي بالكم من الكام نقطه دي، وده المهم. برضه هرجع اقول في العقار عندي مبدا كده دايما اقوله، هين قرشك وما تهينش نفسك. خلي بالكم. وده كان الحلقه الاولى اللي انا ابتديت اتكلم معاكم فيها في القصص بتاعه شراء العقار. ازاي تشتري عقار، ازاي تشتري عقار، زي ما قلت لك، شركه ملخصه، شركه محترمه، ورق مظبوط، شركه ليها سابقه اعمال، شايف لها حاجه من جوه الشركه دي قويه جدا، تقدر تتحمل اي تقلبات سعريه. ما تقوليش السعر اصله عالي، لا السعر عالي ده ما هو عامل اعتبارات وحسابات ثانيه خالص غير حساباتك. هو راجل بيسلم كمان 3 سنين، فلازم يبقى عنده احتياطي يحصل اي ظرف مفاجئ يعرف يلم نفسه. وده تخلي بالكم كويس جدا من الكلام اللي انا قلته النهارده، ويا رب يكون الحلقه الاولى النهارده ان شاء الله تكون في استفاده كبيره يعني منها.